السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي كوكتيل ابتسام صلاح. النهاردة هنفسر رؤية الرسل والأنبياء. في رؤية الأنبياء بيبقى فيه حاجة من حاجتين اتنين، يا إما بشارة يا إما إنذار. لو حد شاف أي نبي على حاله حال كويس، يعني ده معناه إن صاحب الرؤية هيبقى فيه عز وكمال وجاه، وهيظفر بالأعداء. واللي هيلاقي النبي أو الرسول مثلا وجهه عابس أو متغير، يعني مش على حالة كويسة، ده معناه إن فيه مصيبة أو شدة، وبعدها هيحصل فرج بإذن الله. طيب اللي يشوف نفسه بيقتل نبي، ده بيدل على إنه خاين للأمانة وملوش عهد ولا كلمة، يعني كلمته على الفاضي. ممكن يتفق مع اي حد على اي حاجه وفي الاخر يرجع فيها وكانه ما اتفقش، وما كان ملوش كبير، يعني من بمعنى اصح ملوش كبير. طيب اللي يشوف سيدنا ادم عليه السلام، اللي يشوف سيدنا ادم عليه السلام لو شافه على هيئته فليه ولايه عظيمه باذن الله. طيب واللي يشوف ان هو كلم سيدنا ادم يبقى ربنا هيرزقه بالعلم. ليه؟ لان ربنا قال وعلمنا ادم الاسماء كلها، وعلمنا آدم الأسماء كلها. طيب اللي يشوف آدم في حال متغير ووجهه لونه متغير أو غير حقيقي أو غير طبيعي، ده دليل على الانتقال من حال لحال أو الانتقال من مكان إلى مكان. اللي يشوف بقى نبي مثلا زي سيدنا إدريس، يبقى ده معناه إن ربنا هيكرمه بالخير، ربنا هيكرمه بالخير. طيب اللي يشوف سيدنا نوح عليه السلام، ده معناه ان ربنا هيديله طولة العمر، بس ربنا هيديله ابتلاءات كتيرة جدا، وربنا هيديله رزق كبير جدا، وهيديله كمان طولة العمر. طيب اللي يشوف سيدنا هود عليه السلام، هيتسلط عليه الأعداء وبعد كده هيظفر بيهم وهيغلبهم وهيكسبهم وهينتصر عليهم. طيب اللي يشوف سيدنا إبراهيم عليه السلام، اللي يشوف سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا هيرزقه بالحج إن شاء الله. وممكن ناس تفسر لك الحلم ده على حسب بقى إيه الرؤية، لأن كل واحد رؤيته وحلمه بيختلفوا عن الآخرين، كل واحد بيختلف عن الآخر في رؤيته أو في حلمه. طيب الإجمالي إن أنت لما تشوف سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا هيرزقك بالحج. طيب وقيل ايه بقى؟ انه يصيبه اذى شديد من سلطان ظالم ثم ينتصر عليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن هيبقى في وضع ظلم او وضع مثلا لا يحسد عليه، وبعد كده ربنا هينجيه من الايه، من المهالك، وهينصره على كل الاعداء، وهيرزقه زوجة صالحة. واللي يشوف سيدنا اسحاق عليه السلام، طبعا احنا عارفين ان اغلبية الانبياء كان ربنا بيبتليهم جاي دايما و عفوا، يعني هم كانوا أشد بلاء، الأنبياء أغلبيتهم كانوا أشد بلاء. تمام. طيب اللي يشوف بقى إسحاق عليه السلام هيصيبه شدة كبيرة جدا جدا من قرايبه، وربنا هيفرجها عنه، زي القصص كده اللي احنا بنسمعها عن النبي إسحاق. تمام. كل نبي ليه قصة في ديننا وفي حياتنا، قصة تاريخية دينية قديمة. تمام. كل نبي انت هتشوفه هيبقى ليك نصيب من قصته ومن حياته. تمام. طيب اللي يشوف سيدنا إسماعيل عليه السلام هيرزقه بالسياسة والفصاحة، وكمان هيبقى عنده حد يعني ايه مطيع ليه، بر بيه، لأن سيدنا إسماعيل كان طايع لأبوه وبر بأبوه جدا، وكان صاحب أخلاق وخلق شديدة كويسة جدا مع ايه، مع والده. طيب واللي يشوف سيدنا يعقوب عليه السلام، ده معناه ان هيصيبه حزن من بعض اولاده، وبعد كده ربنا هيأتيه بايه، بمحبة، هيأتيه بمحبة. اما سيدنا يوسف عليه السلام اللي يشوفه في منامه، ده معناه ان هيصيبه ظلم وممكن يتحبس كمان، وهيصيبه بعض الجمود والجفاف العاطفي من اقربائه، والظلم من اقربائه، يعني قرايبه هم هيكونوا ألد الاعداء، او اخواته هم اللي هيكونوا ألد الاعداء، او المقربين ليه لو هو ما عندوش اخوات، المقربين ليه هيكونوا هم ألد الاعداء من دمه.
تمام. طيب اللي يشوف سيدنا موسى وهارون عليهما السلام، ده معناه ان هو هيهزم احد الظالمين، وانه هيظفر بكل اعدائه، وان شاء الله باذن الله هيكون في مكانة عالية جدا عند ربنا. اللي يشوف سيدنا يونس عليه السلام هيبقى عنده بعض الامور اللي بياخدها بعجالة، وهيتعامل مع بعض الناس الخائنين في المعاملات. اللي يشوف سيدنا شعيب عليه السلام معناه ان هو هيتعامل مع بعض الناس اللي هيظلموه ظلم بين وكبير جدا، وبعدها ربنا هيقهرهم وهو هينتصر عليهم وهياخد حق بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.